هي خالي، تريد تسوي لك فد موديل مثل مالي بس ما تعرف وين تبدي؟ حبيبي الحل عندي. اول شيء رح نحتاج احنا نروح نعرفه، نحتاج نعرف احنا البرامج يلي احنا رح نحتاجها. البرامج اللي رح نحتاجها هي فيديو تيوب ميني، ونحتاج ستريم لابس. الان الى اول خطوه. اول خطوه نحن نحمل احنا البرامج فيديو تيوب ميني وستريم لابس. فيديو تيوب اول شيء لازم نروح ندخل احنا الرابط. انا عندي صفحه موجوده، ندخل احنا الرابط وراح تنفتح هالصفحه. ننزل وهنا ننزل نمطخ ابو يوم الداونلود. هاي نروح نمطخها، راح تطلع عنا حاليا في الصفحه. يلا خلص يا داونلود. راح تطلع عنا هذه الصفحه. هذه الصفحه بس راح تروح تباعها تقول لا البرنامج هذا بمقابل فلوس. ما عندي فلوس خالي، ما عندي كريدت كارد. لا، دوس بس على هذه نو ثانكس جاست تيك مي تو ذا داونلود. خلصنا. انا حقول لك الداونلود لكل البرامج الموجوده بالخليقه. يا ابو ايش كم من برنامج هنا. اغلب الناس اتوقع قاعدين يستعملون ويندوز، فانت حيخيروك ما بين ويندوز 32 ويندوز 34. هسه واحد صح يقول زين انا ما اعرف انا شنو نوع الويندوز مالي. تعال عندي اني. اول شيء ندخل على قائمه ستارت، بعدها سيتنجز، من بعد السيتنجز ندخل للسيستم. هذا هنا السيستم، وبعدين وراها ندخل للاباوت، وبعدين راح نلقى احنا سيستم تايب مكتوب 64 اوبريتنج سيستم. نروح نمطخ احنا ابو يوم هاي الداونلود وبسم الله راح تطلع لك هذه القائمه. لا تهتم انت بيها، بدا التحميل. انا بالنسبه لي انا محمل البرنامج فلهذا راح اوقف التحميل حبيبي. بعدها وراها الستريم لابس. ستريم لابس شلون نحمله؟ ندخل احنا مثلا الرابط اللي جوا، ندوس احنا داونلود. بس دوس احنا بس داونلود راح يقول لك وين تريد تروح تحفظ هذا. ندوس احنا بس سيف وبس راح يبدي يحمل. الان ورا ما نخلص احنا التحميل نروح مباشره نضغط احنا بس اوبن. ورا الاوبن راح يطلع لنا ملف ونرار. ندخل احنا على فيديو تيوب ميني، وبعدين وراها ندخل احنا مره ثانيه على فيديو تيوب ميني. بس اضغط بس اسم البرنامج ولا تعب راسك، كذا البقيه ما لك علاقه بهم. خلاص يفتح لنا البرنامج. الان الى طريقه استعمال فيديو تيوب ميني. اول ما راح تدخل راح تلقى هنا المود الغزاله، حرفيا بس غزاله وتصيح. اول شيء غير لون الخلفيه. غير لون الخلفيه عن طريق هذا الخيار. بعدين وراها باك جراوند. اول شيء حيطلع لون الخلفيه اخضر. بعدين وراها راح خليها تبعد بلو بينك جراي. خلاص خليه رمادي. بس حتسألني ليش اخليه رمادي؟ الرمادي هذا عبارة عن ترانسبيرنت، او تقدر تباعته من خلفه، ما بين قوسين جرين سكرين. هذا بعدين راح يفيدك هذا الشيء، بعدين راح اقول لك شلون. الان اللي نروح نسويه انه احنا نحط احنا الصور بهذا المكان. هذه الخانات يقول لك صورة انت فاتح عينك وساد حلقك، فاتح حلقك فاتح عينك، ساد الاثنين هين، ساد وحدة فاتح وحدة. هايا ايه تحتاج لك 4 صور. على الجهه اليمنى تقدر تحط اكثر من شكل للموديل واكثر من مشاعر، وحتى تقدر تحط اكثر من موديل اذا تريد. دوس على علامه الزائد اللي هنا وي. ورا ما ندوسه انا حاليا اذا احط المشاعر غضب بالموديل مالي. بكل بساطه راح نروح نغير بس صور الموديل اللي هنا. نروح نغير، نروح نضغط عندنا هنا صوره فاتح عينه وساد فمه. راح احط صوره مال ساد فمه فاتح عينه. ها وهسه راح نغيرها واحده واحده. الان مثل ما قاعدين تشوفون غيرت بعد هنا على شكل الموديل. قيسة احنا انا قاعد بنص ستريم ويلا وعصبت فجأة. تريد تحط الموديل شكله معصب. ما معقول انك حتروح تدخل للبرنامج وبعدها راح تروح تضغط يلا غيرت راهن الشكل، بعدها وراها نروح نرجع للشيء اللي قاعدين راح نسوي. لا، لهذا السبب موجود في الشغله اسمه هوت كيز. الهوت كيز شنو هو؟ نروح نضغط احنا على هذه الصورة. وصلنا احنا على هذه الصورة ونضغط احنا على هذا حرف الاتش اللي هنا موجود، ونختار احنا زر نخلي احنا بيه المود العصبي. بس اضغط اي زر. انا انصح انه واحد يخلي في الزر قبل ما تروح تستعمله. مثلا حطين رقم 3 على النمباد. هسه حاليا من اضغط انا 1 اصير فرحان، من اضغط 3 اصير انا زعلان، ومن اضغط 2 اصير اني حزين. واحد هسه يقدر يروح يشوف من كل ما انا ابدي واحد اتكلم انا اقمز اصعد فوق وراها جوا وراها فوق وجوا. هسه انا خل اضل ساكت راح اروح يمنه ويسره. شلون نسوي احنا هذه الحركه بالضبط؟ نسوي احنا الحركه من هذه الازرار. هاي مثلا هنا انا شو حسوي؟ واسوي انا ساكت راح اضطر هيك اصير، وبعد اقدر اغيرها. موجود اكثر من خيار. موجود خيار وانت ساكت، موجود خيار وانت قاعد تتكلم، وموجود خيار اول ما تبدي تتكلم. لا تنسى انك تحفظ اللي سويته وبعدها تروح تدوس التحفظ، وبعدين ورا حفظ ورب الكعبة. الان راح احسن اعلمكم انا على ستريم لابس. هذا هنا على ستريم لابس، هنا كل شيء هنا موجود، والصفحات اللانهائيه اللي تشيل عين كل واحد. ايابا الان راح احذف الموديل حتى اعلمكم شلون تخلون الموديل يظهر على الستريم لابس. اول شيء دوس على علامه الزائد يم سورسز. ندوس احنا علامه الزائد راح تطلع لك خيارات بقد الدنيا. نروح ما بين هذه الخيارات كلها نضغط احنا على جيم كابتشر، وبعدها اد سورس. الجيم كابتشر راح يقول لك يلا انت شنو تريد تروح تسوي؟ اد نيو سورس
خلاص نروح نسمي احنا بايش احنا نريد نسوي. انا حابة اسمي مالتي الموديل بموديل. نضغط على الاعدادات هذه هنا تصير، بعدين عند المود نضغط احنا هنا على كابتشر سبيسيفيك ويندو، نختار احنا الويندو اللي هي فيديو تيوب ميني اللي هو البرنامج، وبعدين وراها نروح نختار احنا هذا الخيار. هذا الخيار راح يخلينا انه مستحيل يطلع لك اي شيء عدا هذا الموديل. الان راح يجي هسه حاليا فايدة هذه الخلفية الرمادية هذه. بالبداية انا قلت خليت الخلفية رمادية مع ان كان موجود اكثر من خيار. السبب هو هذا الخيار هنا allow transparency، خليه راح افعله. هذا هو allow transparency، يشتغل مثل الجرين سكرين، اذا اوخره يطلع هيك، اذا حطه يطلع هيك. هذا اهم خيار موجود، بقية الخيارات ما لها فائدة محددة فلا تتركوها. الان خل اعدل الموديل شويات. الان هنا انا عدلت الموديل وخلصنا. نقدر هسه حاليا نروح نسجل لنا احنا اي شيء احنا نريد. الان خلاص صار عندك مود حبيبي الغالي، وعاشت ايدك، والله يخلي لك الجنة الك ولكل اهلك. لا تنسوا الصلاة وجعلكم الله من اهل الجنة حبايبي الغالين.